سأفني السلالة الجزائرية عن بكرة أبيها. كانت هذه مقولة إمبراطور أوروبا العظيم شارلز الخامس، فما قصتها؟ السلام عليكم، أنا محمد دومير، نحب التاريخ ونحب نصنع محتوى يوثق ويحيي الأمجاد المنسية. بعد سقوط الأندلس في عام 1492 وبعد ما لجأ المسلمين تاعها إلى سواحل تلمسان ووهران وبعض المدن المغربية، تشجعت الممالك المسيحية الأوروبية أكثر وبدت تشن غارات بحرية على هذه السواحل حتى أنها احتلت بعضها كما تلمسان ووهران. هذا الشيء دفع الجزائريين أنهم يستعينوا بمسلمي الدولة العثمانية وين انضم لهم الإخوة خير الدين وعروج بربروس. الجزائريين قدروا بمساعدة البحارة الأتراك أنهم يصدوا العديد من الهجمات الإسبانية، بل أنهم حتى ولوا يسترجعوا الجزر المدن المستعمرة ويطردوا منها الإسبان إيمانا منهم أنها حملة صليبية ضد الإسلام قبل ما تكون استيلاء على أراضي إلا أنه بربروس ولما اشتد البطش تاعو واشتهرت السمعة تاعو، عيط له الحاكم العثماني في القسطنطينية وقال له نديرك وزير القوات البحرية العثمانية ككل، وين خلى من وراه في الجزائر خلى حسن آغا قائدا على القوات البحرية العثمانية في الجزائر. وفي هذه الفترة كانت أوروبا تخضع لما يسمى بالإمبراطورية الرومانية المقدسة، وهي مشروع مسيحي توحدت من خلاله أوروبا كاملة تحت راية سياسية ودينية وعسكرية باش يسترجعوا بها أمجاد روما ويواجهوا الامتداد الإسلامي. وهذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة امتدت من إيطاليا لألمانيا لسويسرا لهولندا إسبانيا، منها كانت واسعة الجغرافيا وكثيرة العتاد والموارد ولها كل مقومات القوة، وكلها كانت تحت قيادة إمبراطور واحد في هذيك الفترة اللي هو الإمبراطور تشارلز الخامس، اللي كانوا العرب في الكتب تاعهم يسموه شارل كان. تشارلز الخامس هذا كان رجل عملي، يقولوا أنه قضى ثلث حياته مسافر لما تقتضيه مصالح الإمبراطورية تاعو وتوحيد صفوفها وتوسيعها. كان في نفس الوقت حاقد على المسلمين وفرحان أنهم خرجوا من الأندلس، كان حامل لمشروع عسكري صليبي باه يحتل من خلاله شمال إفريقيا كما دارت روما من قبل، وهو أول شخص قالوا على ملكه الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. بصح كانت الأخبار اللي تجيه من الجزائر ما تفرحش، راهم الجزائريين سيطروا على بعض الجزر، راهم يصنعوا في سفن، راهم يتوحدوا، راهم داروا معاهدات أكثر مع العثمانيين، راهم ولاو يغزوا في البحر. فأصبحت الجزائر بالنسبة ليه كلمة فيها كثير من التحدي والتهديد، حتى لنهار 28 سبتمبر 1541 وين قال عبارته الشهيرة: تجهزوا فأنا ذاهب غدا لإبادة هذا العرق الجزائري المتصاعد. وأمر تشارلز بتجهيز قوة لا يمكنها أنها تخسر لا في البر ولا في البحر، وكانت عدتها 500 سفينة ناقلة للجند. تخيل 500 سفينة ناقلة للجند، 80 مركب مقاتل، 200 مدفع بري مزود بعجلات، 12,000 بحار، 24,000 جندي، بالإضافة للمراكب والجنود الخاصين به هو شخصيا، لأنه قرر أنه يقود هذه الحملة بنفسه وأنه ما يباتش إلا في قصور الجزائر ويضمها الملك، وحتى أنه من شدة ثقته بنفسه جاب معاه سيدات القصر كأنه رايح في نزهة لأفريقيا. وبعد ما توقف في مايوركا وحمل المزيد من المقاتلين وانضمت ليه 150 سفينة إضافية بقيادة الرجل الذي فتح المكسيك للتو، وكنا نبدو نسموا أسماء القادة العسكريين المشهورين اللي جابهم معاه ما عادش فضل. وصلت هذه الحملة للجزائر العاصمة يوم أحد 19 أكتوبر 1541، والجزائر بالنسبة ليه ما كانش مفاجئ هذا الشيء، لأن معالموا ديجا بالتحرك تاعو وعرفوا بوصوله، خاصة أن قواته قررت أنها تأجل الإنزال بسبب الرياح والأمطار، وبقوا في البحر أمام مرأى الجزائريين تقريبا أسبوع. والجزائريين لقوا الوقت باه انتظموا في اليابسة بكماء بما أتيح لهم من رجال، وحصنوا القلاع تاعهم، وكان عددهم 5000 جزائري من أبناء العاصمة و700 بحار عثماني اللي ما كانوش متخصصين في القتال البري كما هذا بقيادة حسن آغا اللي قلنا عليه خلاه خير الدين بربروس خليفة عنه. صباح 23 أكتوبر تم الإنزال، ونصب الإمبراطور تشارلز خيمة غير بعيد عن ميناء الجزائر اليوم، وكان في مصادر أخرى تقول أنه خيمته كانت بموقع حديقة الحامة، وتسرب الجنود تاعو لمحاصرة الجزائر من كل النواحي. وبان لهم مع نهاية اليوم أنه الجزائر باتت بأيديهم، إلا أنه بعد المغرب شوي يبعث ربي ريح بارد وسحاب تاع قوية وهاج البحر وغرقت سفن المؤونة والطعام قبل ما تنزل السلعة اللي فيها، وجاع الجنود وبردوا لأنهم باتوا مباشرة تحت النو والريح ورجليهم في الطين، لا خيمة لا سقف، حتى أنه بعضهم في نص الليل تراجعوا لخيمة الإمبراطور طالبين الماكل. مع بزوغ الفجر لبس الإمبراطور الدرع تاعو، هز السيف وركب على عربة تجرها الخيول، وبدأ يجري ويصيح في وسط الجنود يأمرهم بالهجوم، لكنه لقاهم تعبين فاقدين الوعي يرجفوا من البرد والجوع. إلا الفيلق المالطي والفيلق الإسباني خرجوا معاه بكل قوة وراحوا نحو القلاع الموجودة في باب الواد وباب عزون، وين استقبلهم الجزائريين بالأسلحة النارية من كل جهة. وفي أقل من ساعة هربوا الغزاة وتناثروا في الجبل، وهرب الإمبراطور للخيمة، ولحقوه الجزائريين تشجعوا أكثر وبدوا يعزلوا الجنود على بعضهم ويجبروهم على وضع السلاح. إذا كان حاب تعيش حط سلاحك،
فاستسلم الكثير من الغزاة التعبانين ومات الكثير منهم، ورجع الإمبراطور الخيمة تاعو، وجاته أنه يؤمر بانسحاب تكتيكي للميناء لنقطة الإنزال ويتجهز لقصف المدينة من بعيد. وفي نفس الوقت كان غاضب لدرجة كبيرة، كان يسب في ضباط البحرية تاعو وحملهم المسؤولية وهو في قمة الغضب، لأنه يشوف الجنود تاعو جيعانين وهم مش قادرين يشعلوا النار التدف أو مش قادرين يوقفوا معاه، وبدوا بتجميع جثث القتلى وبنوا منها أكداس مثل الجبال. وبدا الجنود الإسباني يسبوا في الجنود الإيطاليين ويقول لهم أنتم هما اللي أول من هرب وتراجع وتبعتكم الجنود، ووراه الشجاعة تاعكم، أنتم عبء على هذه الحملة. بدات مناوشات كبيرة بين الفيالق لأنها من جنسيات مختلفة. ولما طلب بعض الجنود ذبح الخيول به يأكلوها، زاد غضب الإمبراطور أكثر وأمر بإلقاء كل الخيول في البحر من مكان عالي من الرشيات، على طريقة طارق بن زياد لما حرق السفن، حتى قيل كادت أن تفنى سلالة الخيل الإسباني النقي في هذاك اليوم. لكن هذا الشيء ما زاد الطين إلا بلل، وجرأ الجزائريين عليهم أكثر وساقوا جنود تاعو مثل الغنم وعزلوهم على بعضهم. في لحظة معينة قرر الإمبراطور تشارلز أنه ينجو هو شخصيا بجلده، وهرب للمركب تاعو اللي الرجال بيتين يثبتوا فيه في الحبال، وإلا لسحبته الرياح مثل باقي المراكب. في أثناء خروجه من الخيمة تاعو للسفينة نحى الإمبراطور التاج تاعو من فوق راسه، طيشه في البحر وقال العبارة حرفيا: أنا ما نستهلكش يا تاج الإمبراطورية. وهرب الإمبراطور إلى شاطئ بجاية به يرتاح ويستوعب حجم الخسارة تاعو، ثم راجع أدراجه نحو إسبانيا، وقد مني بأكبر نكبة ليه في التاريخ، حتى أنه في أعياد الميلاد تاع نفس الشهر اللي بعدها بشهر كان حداد عام في أوروبا على الشيء اللي خسرته الإمبراطورية من هيبة ورجال في الجزائر خاصة، وأنهم تركوا للجزائريين أفضل مدافع أوروبا وأفضل سفنها الحربية اللي هربوا ما قدروش يعاودوا يسترجعوها. وبالمجمل خسر الإمبراطور في هذيك الهجمة 17 سفينة، وقتل له 300 ضابط مسؤول، 17,000 جندي ما رجعوش بين قتيل وأسير. وقد بيع هذا الأسرى في سوق العبيد في الجزائر، حتى قيل عام 1541 في الجزائر بحبة بصل تشري أسير نصراني. أنا لما قريت القصة استنتجت زوج عبر. أولا أن الجزائريين كانوا شجعان جدا في هذه الحادثة، لأنه في التاريخ الكثير من المدن استسلمت دون مقاومة لمثل هذه القوة المهولة يعني. واستنتجت أيضا أن المطر والريح كانوا آيات جلية بأن رب سبحانه حاميا لدينه، لأنه لو نجحت هذه الحملة وسقطت الجزائر آنذاك لكانت بداية لحملة صليبية دموية كما الحملة تاع المغول، يعلم الله وحده كيفاش كانت راح تنتهي. وهذه كانت قصة الإمبراطور تشارلز مع الجزائر، نتمنى تكون إضافة لمعلوماتكم التاريخية.